بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. استقبال ثوروب بدأ من مصر الطيران. المدير الفني الأجنبي الجديد للنادي الأهلي الدنماركي تم الحفاوة به على طائرة مصر الطيران أثناء قدومه إلى مصر. قام الطيار بالمباركة له والتهنئة له والحفاوة، وتحدث معه عن الأهلي العظيم، أهلي بطل إفريقيا والشرق الأوسط. شعر المدير الفني بسعادة بالغة من هذا اللقاء، وكان هناك لقاء آخر ينتظره في المطار القاهرة، وهو استقبال حافل من جماهير النادي الأهلي. وشعر فعلا أن كل ما قال له أو ما قيل له أنه صدق ومصدق عليه، أن هناك جماهير وفيرة شغوفة على الانتصارات ولا تقبل إلا الانتصارات. وفي أثناء المؤتمر الصحفي سئل: هل تعرف أو النادي الأهلي؟ قال: شاهدت مباراة كأس العالم ولكنهم كانوا غير محظوظين وهم محتاجين بعض التوجيهات أو التكتيك الخاص، وهذا دوري وهو المطلوب مني إن شاء الله. أما نادي الأهلي فهو نادي كبير، لم أتردد في الموافقة على إتمام التعاقد معه، لأنه شرف لأي مدير فني أن يتعاقد مع نادي بطولات. هكذا النادي الأهلي. كانت شروط الكابتن محمود الخطيب للجنة التخطيط أن يكون مدير فني مدرك حجم النادي وجماهيره، مدرك ما يدور في الإعلام المصري، أن يكون له حنكة في التعامل مع الإعلام المصري الرياضي، إعلام العار، أنه سهام على رقاب أي مسؤول أهلاوي أو فرد